السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ومرحبا بكل متابع جديد. اليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع اللي داير ضجه في السوشيال ميديا حاليا، اللي هو علاش نعيمه البدويه ما مشاتش للمحكمه في نهار التقديم. الخبر خرج من مصادر اعلاميه وقالوا بان نعيمه البدويه تخلات على الحضور وما جاتش للمحكمه باش تمثل قدام وكيل الملك. هذه القضيه طرحت علامه استفهام كبيره، خصوصا حيث ما خرج حتى شي توضيح رسمي من عندها يشرح السبب الحقيقي علاش نعيمه البدويه ما مشاتش للمحكمه. فهاد العادات القانونيه ملي شي شخص كيتخلف على الحضور في نهار ديال التقديم يقدر يكون بزاف ديال الاسباب، منها يكون عنده شي ظروف صحيه او عائليه اللي تمنعو يمشي، او يقدر يكون كيتشاور، على الاقل يتشاور مع المحامي ديالو قبل ما يواجه النيابه، وحتى يكون عنده طلب بالتاجيل باش يجمع وثائق وادله. ولكن في هذا الملف ما كاينش تفاصيل رسميه، وبالتالي الناس بقات كتخمم وكتبني سيناريوهات، والناس بقات كتبني سيناريوهات من العقل ديالها. الاعلام بقى غير كينقل في الاخبار اللي هي الامتناع على الحضور نعيمه البدويه، ولكن ما عطاوش شي توضيح اكثر. وهنا كيجي الدور ديال المصادر الرسميه اللي خاصها تخرج بتوضيح للناس باش توقف هاد الاشاعات. كيف ما شفنا صاحبه الجمعيه هي تكلمت، قالت علاش البدويه ما تحضرش. كاي مواطنه خصها تحضر، كيف ما حاضرين حنا خصها تحضر حتى هي. خرج المحامي الصوفي قالت البدويه امتنعت على المجيء للمحكمه، حتى هي كان خاصها تجي، علاش ما جاتش؟ يعني تكلموا هكا، ولكن ما قالوش شنو هو السبب الحقيقي مور الغياب ديال نعيمه البدويه. واش فعلا عندها عذر؟ واش كاين شي سبب قاهر ولا غير تاجيل عادي؟ هادشي اللي باقي ما معروفش بشكل دقيق حتى يبان الجديد. اللي نقدروا نقولوا دابا هو ان القضيه ما زال مفتوحه، وهذه للناس اللي كيقولوا بان صاحبه الجمعيه بعد الماتش المحامي الصوفي حتى هو ما داروا لها تنازل. يعني راه خرجات صاحبه الجمعيه قالت لهم مستحيل ثم مستحيل ان نديروا واحد الشكايه وفي الاخير نتنازلوا، يعني ما كاينش التنازل نهائيا. والناس اللي كيتسناو شي تصريح رسمي باش يفهموا الصوره كامله بلا تاويلات، خليو لينا الراي ديالكم في التعاليق. واش كتشوفوا ان غيابها نعيمه البدويه كان مبرر؟ عنده زعما شي مبرر؟ لان كيف ما شفنا نعيمه البدويه مرارا وتكرارا كتقول لك انا الا استدعاوني غادي نجي انا قبل، يعني كتقولها مرات سابقه. يعني كنقول انا يقدر يكون عندها شي عذر صحي، يعني كيف ما كتشوفوا هي راه ما داش عليها قليل الصراحه، راه واخا الاخطاء اللي دارت نعيمه البدويه، ولكن نعيمه البدويه راه داز عليها بزاف ديال الضغوطات. راه الناس هما كيسبوها، الناس كيعايروها، يعني ملي كتجي تجاوب هي ما كتعرف تجاوب لسانها وكتزبلها وكيولي فيها الحق هي، ولا خاصها تمشي تواجه الموقف سواء مريضه ولا ما مريضاش. المهم نتوما عطيونا الراي ديالكم، وما تنسوش الاشتراك وديروا ابوني، وباش شجعوا هاد المحتويات الهادفه اللي كنبينوا الصوره الحقيقيه وكنحاولوا نحيدوا التفاهه من الانترنت. برافو على الجمعيه ديال سميره البقالي، لان كيف ما خرجت قالت لك راه ما مستحيل انها دير تنازل. برافو على المحامي الصوفي اللي كيدير مجهودات جباره، اللي كيف ما شفنا راه كيف ما قال هو، قال لك اللي غادي يخلي ان يقول لك مونينيكس ما كانش خاصو يتشاد فلان. كتلقى هاد الناس باغيين صوره خايبه على بلادهم. حنا الحمد لله باغيين صوره زوينه على البلاد ديالنا، وهادشي اللي كيخلينا ان حنا نبارطاجيو هادشي هذا باش تعم الفائده، وباش هاد الناس هادو اللي دار شي حاجه. وكيف ما قالت سميره البقالي قالت لك حنا ما بغيناش السجن لهاد الناس هادو كلهم، حنا كلشي غادي نبغيو له السجن. بالعكس الناس اللي تراجعوا كيف ما شفنا ابو طاهر اللي كان كينبح، داك السيد اللي كان كينبح في اللايفات، راه رجع للطريق حتى هو وما بقاش قال مسح داك الفيديوهات ودار اعتذار. كنتمنوا انها ما ديرش عليه شكايه، لان هذا السيد طلب المسامحه الله يسامح الجميع. هادشي اللي كاين، وبزاف ديال الناس اللي كنشوفهم انهم تراجعوا. كاين اللي ما كانش عنده موستاج وكبر الموستاج، منهم واحد الشخص راه كتعرفوه بالحنه،
بزاف اللي جايين في الطريق، اللي غادي السوشيال ميديا ما غاديش يبقى فيها غير المحتوى الهادف، المحتوى الزوين. وبزاف ديال الناس كيقول لك راه هادشي حيت قرب كاس افريقيا، وحيت راه غادي يتنظم في المغرب راه خصنا حنا نشوفوا الصورات بلادنا زوينه، وما خصناش يجيو سياح يشوفوا هاد الشيء هذا اللي عندنا. حنا عندنا ثقافه زوينه، عندنا بزاف الحاجات اللي نبارطاجيوهم زوينين، ما يجوش تافهين بحال هادو يخسروا لنا الصوره ديالنا حنا كمغاربه. اعطوني الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش تدعموا المحتوى الهادف. وبسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.